كلنا اتفرجنا أو سمعنا عن كرتون الشهير ماشا والدب. كرتون ظريف، بنت صغيرة بتغلس على دب طيب وبيحاول يربيها. بس انت متخيل ان ورا البراءة دي في سر غامض ومرعب؟ في ناس بتقول ان ماشا اصلا ماتت، وان كل اللي بنشوفه ده مجرد تخيلات في عالم الارواح، او اسوأ من كده بكتير. في الفيديو ده هنعرف ايه السر اللي مخبيينه، وهشوف بعينك الأدلة اللي هتخليك تعيد تفكيرك في كل حلقة شفتها. بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا نبتدي السهرة. الكرتون بدأ في روسيا وانتشر في العالم كله، ومن أكتر الكرتونات اللي الأطفال بتحبها. البطلة ماشا بنت صغيرة مؤذية بتعيش لوحدها في الغابة، ومعاها دب شبه أب طيب بيرعاها. بس من أول نظرة في حاجات مش مفهومة. فين أهل ماشا؟ ليه بتعيش في الغابة لوحدها؟ وليه الدب عمره ما بيزعل منها مهما عملت؟ كل ده فتح الباب لنظريات مرعبة. النظرية بتقول إن ماشا بنت صغيرة اتوفت في حادث أو ضاعت في الغابة، وماتت من البرد أو الجوع. وبعد ما ماتت روحها فضلت محبوسة في المكان اللي ماتت فيه اللي هو الغابة. وكل اللي بنشوفه في الكرتون هو تخيلات من عقل ماشا أو من أرواح الغابة، وإن الدب هو كائن روحاني أو حارس للعالم الآخر بيحاول يهديها. في ناس بتقول إن ماشا مخطوفة فعلا، والدب ده مش طيب زي ما بنفتكره. ده بيحبسها في الغابة. المكان شكله حلو وملون أيوة، لكن مفيش أي طريقة للهروب. ماشا بتفضل جوه الغابة دايما، ومفيش أمل تشوف أهلها. وبنشوف في الكرتون إن ماشا دايما بتتعب وبتغلط، والدب بيعلمها بطريقة غريبة، ممكن تكون وسيلة للسيطرة. يعني عندك الأدلة مثلا ليه ماشا مش بتروح بيتها. ماشا دايما لوحدها حتى في المناسبات. الدب بيتحكم في كل حاجة، حتى لما تغلط هو اللي بيصلح. وفي بعض الحلقات الكرتون بيبقى غامض ومخيف أكتر من العادي، وده مش طبيعي للأطفال. في تحليل تالت للنظرية دي بيقول إن الكرتون كله بيمثل عقل طفل صغير تايه أو بيعاني من الانفصال عن الواقع. ماشا بتتصرف كأنها مش في عالمنا، والدب بيمثل الأب اللي عمره ما بيرفض لها طلب. ده ممكن يكون تعبير عن خيال الطفل بيحاول يهرب من الواقع الصعب، سواء كان أسرة مفككة أو حياة قاسية. وطبعا أنا بشكر الناس اللي في الكومنتات، دول عيلتي التانية اللي موجودة عندي في القناة. شكرا جدا ليكم وعلى دعمكم ليا، وبإذن الله هيكون في فيديوهات أحسن من كده بكتير. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونكمل بقية الفيديو. بغض النظر إذا كنت بتصدق النظرية أو لأ، بس الكرتون اللي شكله بريء ده ممكن يكون فيه معاني أعمق بكتير. هل مشا فعلا ميتة؟ هل الدب خاطفها؟ ولا هو مجرد كرتون بريء والناس بتحب تعقد الأمور؟ قولي رأيك في الكومنتات، ولو عجبتك النظرية ما تنساش اللايك والاشتراك، عشان لسه عندنا نظريات مرعبة تانية هتخليك تبص للكرتون بعيون مختلفة. فلو بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك، وبس كده، يلا سلام.